أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم المفضلة قصص وحكايات. وحكايتنا اليوم بعنوان ملفات الغرفة 13، الملف والليل المرعب. إلى المقدمة. ليس كل رعب يأتي بالصراخ، فبعضه يأتي بالهدوء، وبعضه لا يطاردك في الشوارع، بل يجلس معك في غرفة مغلقة ويتركك تسمع أفكارك بصوت أعلى من اللازم. في أماكن العمل القديمة، حيث الأوراق أكثر من البشر والملفات أقدم من الذاكرة، توجد أشياء لم تغلق لأنها انتهت، بل لأنها لم تبدأ بعد. الغرفة 13 ليست لعلاج المرضى ولا لحبس المجانين، بل لتسجيل اللحظة التي يبدأ فيها العقل بالانهيار. هذه ليست قصة واحدة، بل ملفات، وهذا أول ملف. أذكركم بالاشتراك والتعليق والإعجاب، ويلا بينا على الحكاية. كان سالم شخصا عاديا جدا، هادئ منضبط، لا يحب المشاكل، ويعمل موظف أرشيف ليلي في مستشفى حكومي قديم يقع على أطراف المدينة. اختار العمل الليلي لأنه بلا ضجيج. لم يكن يعلم أن الصمت أحيانا أخطر من الضوضاء. المستشفى بني منذ أكثر من 50 عاما، وأغلق منه جناح بالكامل بعد حادثة لم تذكر تفاصيلها في أي تقرير رسمي. كل ما يعرفه الموظفون: لا أحد يقترب من القبو بعد منتصف الليل. في إحدى الليالي وصل لسالم إشعار إداري بسيط: يرجى ترتيب الملفات القديمة. القبو. هذا هو الإشعار الذي وصل للموظف سالم. نزل سالم على السلم المعدني، وكان صدى خطواته يتأخر نصف ثانية، كأن المكان يعيد التفكير قبل أن يرد. الأبواب كانت مرقمة بوضوح: 10، 11، 12، ثم لا شيء. لكن في آخر الممر باب رمادي بلا رقم، أرضيته أنظف من غيره، وكأن أحدهم ما زال يستخدمه. وعلى ما يبدو أن هذه الغرفة هي سر قصتنا. فتح سالم الباب. الهواء كان مختلفا، باردا رغم أن المكان مغلق. الغرفة صغيرة بلا نوافذ، وفي منتصفها طاولة معدنية فقط، وعلى الطاولة ملف واحد، لا غبار، لا عناكب، كأن الغرفة تنتظر. على الغلاف كتب: ملفات الغرفة 13، الحالة نشطة. شعر سالم بصداع خفيف، لكنه تجاهله. فتح الملف. الصفحة الأولى لم تكن تقريرا طبيا، بل جملة واحدة فقط: إن قرأت هذا الملف فقد تم تسجيلك. هذه الجملة التي قرأها سالم. ضحك سالم بتوتر، قال لنفسه: مجرد مزحة قديمة. قلب الصفحة. الحالة رقم 0، الاسم غير معروف، التشخيص هلوسات سمعية، المريض يسمع طرقا منتظما داخل رأسه عند الصمت. وهنا سمع سالم أول صوت: طق. توقف عن القراءة، نظر حوله، لا شيء. عاد للملف. كل صفحة كانت أسوأ من التي قبلها. المريض يرى ظلالا لا تظهر في الكاميرات. هذا المكتوب في الملف: المريض يرفض النوم أمام المرايا، يعد الطرقات دون وعي، يكتب جملا
لا يتذكر كتابتها. ومع كل سطر كان الصوت يزداد، طق طق. هذه المرة من داخل رأس سالم. رفع سالم رأسه فجأة، لاحظ شيئا مرعبا: الغرفة بلا مرايا، ومع ذلك شعر أن أحدا يراقبه، كأن انعكاسا يقف خلفه بلا سطح يعكسه. وصل إلى صفحة فارغة، وقبل أن يغلق الملف بدأت الكلمات تظهر أمام عينيه: الحالة رقم 1. الاسم، هنا المفاجأة: الاسم سالم، الوظيفة موظف أرشيف، الأعراض الأولية إنكار، صداع، فضول. سقط الملف من يده، الصوت توقف ثم عاد أقوى. ركض سالم، جرى نحو الباب. مغلق. طرق بقوة، لا رد. ومن خلفه سمع الطرق، ليس من رأسه، من الجدار. طق طق طق. استدار ببطء على الحائط. بدأ الرقم ينقش ببطء شديد: 13. وتحت الرقم جملة واحدة: الدور عليك. استيقظ سالم في المستشفى. قالوا إنه وجد فاقد الوعي في القبو. لا توجد غرفة بلا رقم، ولا يوجد ملف اسمه الغرفة 13. عاد للعمل بعد أيام، لكن على مكتبه كان هناك ملف جديد مغلق بخيط أسود، وعلى الغلاف ملفات الغرفة 13. الحالة مستمرة، ومن داخل رأسه عاد الصوت: طق. وختاما: الغرفة 13 لا تقتل ولا تعذب، هي فقط تفتح الباب، بابا لا يرى، لكن ما خلفه لا يعود كما كان. وهذه لم تكن سوى البداية، فالملفات لم تغلق بعد، وكل نوع من الرعب له غرفة وله دور. انتهت الحكاية، وانتظرونا في الحكاية الجاية. طابت أوقاتكم.